احنا في جولة دلوقتي يا جماعة في مرسى مطروح كده في عز النهار يعني عايز اقول لكم الجو حر يعني بجد بجد يعني. هو ايه احنا تهريب تهريب يلا. احنا في شارع التهريب، ما اعرفش بنهرب ايه بس اهو اسمه كده الشارع، اسمه شارع التهريب في مرسى مطروح يعني. كمل على طول. يعني احنا النهارده 21/10 وبصراحة يعني جو خرافي في مرسى مطروح. كانوا بيقولوا ان في نوة جاية 3 و4 لكن مفيش اي حاجة. الجو بقول لكم حر يعني، حاسس ان درجة الحرارة 40 يعني. صيف يعني صيف مرسى مطروح ده تقريبا ممكن ياخد لغاية نص 11 تقريبا يعني. حياتك لاخر 11. احنا راكبين مع استاذ ادولف طبعا، وبياخدنا جولة كده. ده مسجد الضفراوي. ده مسجد الضفراوي هنا، ده اسمه شارع السوق مش كده؟ شارع التهريب او شارع التهريب كامل يعني لحد لغايه لما ينزل على شارع شكر القواتي. شكر القواتلي. دي جولة كده سريعة يا جماعة من مرسى مطروح يعني من داخل المدينة نفسها. فاكهة طبعا وجوافة زي الفل اهي. الرمان الناحية التانية هنا اهو. شارع اسكندريه ولا دغري؟ زي ما تحب زي ما تحب. شارع اسكندريه ماشي، هنا ماشي. نعرف الناس برضو كده جوه مرسى مطروح عامه يعني. صور الناس اللي قاعده مبسوطه هنا قدام الناس قاعده مبسوطه مرحرحه.
يعرفوا الناس عايشه مرتاحه ومرحرحه ازاي في مرسى مطروح. يبقوا يجوا يعيشوا عندنا. ده بيطلع في الفيديو خلي بالك. لا يا راجل. امال ده فيديو. ده هنا منطقة اسمها منطقة السوية اللي بيبيعوا فيها الزيتون، وجنب المحكمة القديمة طبعا. وهنا كده دي شوارع جانبية بتدخلك على شارع اسكندرية، هنا فيها سوق برضو هنا كده. احنا كده في شارع المحكمة القديمة أو أيوة. شارع شكر كوارتي. تمام، شارع المحكمة القديمة يا جماعة، هنا اهي دي المحكمة القديمة. يوضبوا فيها جددوها. جددوها طبعا. وبعد كده نخش على الصينية اللي هي قدام البنك، ميدان البنك الأهلي طبعا. تقاطع شارع الجلاء مع شارع شكر كوارتي. تقاطع شارع الجلاء مع شكري، شارع شكر القاضي. ريوفة الدعاية طبعا بتاعته. طبعا عشان الانتخابات، انتخابات مجلس النواب طبعا. ده هنا البنك الاهلي اهو طبعا. ده هنا النادي الاجتماعي، دي جمعية شباب المسلمين. جمعية شبان المسلمين يعني. ده جهاز القوات المسلحة. صلاح صابو بنزيون وعمر أفندي. بنزيون وعمر افندي هنا. وهنا والدهب. ابو الدهب اللي بياخد منه ايس كريم جيلاتي. لبن طبيعي. صحيح بيتعمل باللبن الطبيعي. عشان الكورنيش تمسك السنه سنه على الكورنيش كده عشان اصور الميه بقى عشان الكورنيش. زانوسي طبعا هنا وخدمات حلوه. جهاز تعمير الصحاري. جهاز تعمير الصحاري هنا يا جماعه كده. وهنا كده احنا داخلين على شارع الكورنيش بقى من المنطقه دي كده. طبعا في اصلاحات اليومين دول في شارع على الكورنيش يعني. زي الفل كده تمام. عايز تقول لك الطول. لا زي الفل. ده بقى كورنيش اهو. تصور الوان المية. الوان المية روعة. سلام. طبعا معروفة مرسى مطروح دي حاجة يعني. دي منطقة الكورنيش كلها اللي بيدخلك على عزة ويدخلك على منطقة بوسيت. هو مفيش ناس نازلة المية طبعا أكيد يعني، عشان طبعا كل سنة وانتم طيبين، لكن الجو كويس يعني.
جو حلو جدا 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 يعني. في محمد مختار مزوغ من الشغل اهو. ده بقى منطقة البوسيت زي ما قلت لحضراتكم كده. الفندق اللي قدامنا ده على طول ده كانت منطقة الملاهي اللي كانت قدام. سور المشير احمد سور المشير احمد بدوي. لا ده هيبقى فندق محترم. ده كان منطقة الملاهي السنة اللي فاتت القديمة. طبعا هيبقى فندق تبع القوات المسلحة. طبعا هنا كان المعرض الصيني اهو. هنا طبعا في تجديدات. طبعا المعرض الصيني اهو. ده الفندق اهو يا جماعه، الفندق الجديد اللي هيتبني. طبعا ده فندق ريفيرا اهو اللي جاي ده. وهنا كهف الملح اهو. ده فندق الريفيرا اهو. وبعد كده بنخش على منطقه البوسيت.